بسم الله بدينا وعلى النبي صلينا وبكفوف ان شاء الله من حافظه يا ربينا. صلوا علي يا حضار، وش راكم اخوياتي وش راكم بنياتي؟ ان شاء الله يا ربي يلقاكم الفيديو هذا نتاعي بخير على خير، ويلقاكم صحاح ومتهنيين، وربي يهنيكم ويهنينا. وكالعاده والعوايد حنونتي تابعين الكوزينه. اليوم حنونتي انا جبت لكم الربيع. كي نقولوا ربيع نقولوا حنونتي البراج. جبت لكم حنونتي البراج، بما انه البراج يعني وصفه تقليديه نديروها من عاداتنا يعني في الربيع. هروحي حنونتي نديرو مع بعض البراج. لان حنونتي جبت 3 كيلات نتاع دقيق، يعني دقيق اللي عندك انا، يعني للامانه درت دقيق نتاع 25 كيلو. جبت حنونتي 3 كيلات. المهم نتيا باي كيما حنا كيلا بغيتي تكيلي. لهنا حنونتي ذوبت شويه نتاع السمن، يعني للامانه مولفه نديرو بالمارغرين، خاطر هذه درتو بالسمن. ذوبت شويه جاني قلت وزدت له شويه هكذاك السم هذاك اللي زدته راح يذوب في السخان هذيك نتاع الاول. ومن بعد حنوتي نديرو كيلا غير 2 صبع نتاع اسبوعين كيما نقول حنا نتاع ليدام او السمن. ومن بعد نكملو بالزيت. نكملو بالزيت حتى تعمر الكيله كيما حنا اللي كيلنا بها الدقيق. قلنا 3 كيلات نتاع دقيق، كيلة سمن. لان حنا انت ربحي او ملحي على حسب الطلب او كيما مولفه تربحي نتيا. ولا انا حنوتي جبنا نص مولف تاع خميره نتاع الكاطو. هذا لهنا تسمى الدور نتاعها ولا الوظيفه نتاعها لهنا. تسمى تخلينا البراج نتاعنا هشاش كيما حنا وطريين وحميمرين، يعني يطيبوا على فرد كيما حنا اللون ولا وجه. لان حنوتي جبت كاس بليتو. سميحكم مغرف نتاع عسيل. انا يعني قلت لهم العسل هذا شريته في رمضان ودوك كي طول شويه شوفوا كيفاش تسكر لي. المهم لا علينا، لا ما عندكش حنو انت العسل ديري مغرف سكر في بلاصه. مغرف سكر. مغرف عسل ديري او مغرف عسيله ديري مغرف سكر. من بعد حنوتي جيبي نقول لك برك يعني المبتدئات. عندك يقعد القدام نتاعك سخون باش ما يقليلكش الدقيق نتاعك، يوم حنا يكون بارد. خشفتوني انا يعني كما نقولوا ذوبت شويه وكي خاصني زدت ذوبت كيما حنا درت البارد هذاك. لان حنوتي هذه لاستيس نعطيها المبتدئات. كي تعودي تبسي الدقيق نتاعك ديري لابول هذه كما يقولوا. اذا كان كيما حنا كورت لكم بعد وليتي لوحتيها وما تفتتلكش، يعني تسمى لهنا التبساس كاش اخرى هذا هو اللي نحوسوا عليه. يعني كي تعودي تبسي في الدقيق نتاعك يوصل القوام هذا تسمى خلاص هاو تبس لك الدقيق نتاعك. من بعد حنوتي بنفس الكيله اللي كيلنا بها جيبيها ماء. كان بغيتي مثلا ديري شويه ماء الزهر كاش انتي حره في ذلك. ولوحي بشويه حنونتي ما تزربيش بالماء، خاطرش كاين دقيق اللي يشربوا وكاين اللي ما يشربش. المهم حنونتي خلطي الدقيق نتاعك يعني باطراف الاصابع برك، ما كان لا تعجنيه. خلينا نعرفوا كيما حنا البراج ما نعجنوهمش. خلطي هكذا حنونتي باطراف الاصابع، وقلنا ما تلوحيش الماء الكل. وشوفي ليه انا لهنا يعني اكتفيت بهذا كيما حنا بهذا القدر هذا من الماء. خليت شويه لان حنوتي نروحو نحطو هكذا مده زمنيه. ومن بعد نراعيو ليه. كي ترجعي ليه حنوتي اذا كان لقيتيه يشرب الماء هذاك هكا زيدي تكملي له هذا. اذا كان لقيتيه كاش اخرى قيس قيس خلاص هذاك هي اللي نحوسو عليها. طاش المهم لهنا كل دقيق وكيفاه. لان حنوتي ما نعجنوش الدقيق نتاعنا او العجينه نتاعنا مجرد كيما حنا نقطعوها هكذا مره مرتين. انا اللي هنا نعت لكم سما ما زدتش هذاك الماء اللي قاعد حوالي نص كاس كيما نقولوا. قلنا المهم لمي العجين تاعك مجرد تلمى لها كي تشوفي فيا كيف راني نلمو. ولا نحن نعطيك قسمي العجينه نتاعك او العجين نتاعك على زوج او على قسمين كيما نقولوا. وجيبي القسم الثالث يكون سميهولي غرس. انا يعني الغرس للامانه انا يعني شريت كيما حنا نتاع الحانوت ما خدمتوش. دوك حنوتي روحي جيبي النيلو هذاك نتاع السنه كيما نقولوا ولا الساشيات هذوك اللي نشريو فيهم الخبز. بصي حنوتي الخبزه الاولى نتاعك نتاع الدقيق او بليطو نتاع العجين سميحكم. راني قلت لهم خي قلت لكم كي نعود نمونتي في الفيديو وتذهب لي الهضره لا علينا. المهم حنوتي شوفي ديما نقول لك شوفي لي دياتي واش يخدموا. قلنا المهم بصي العجينه الاولى خدمي يعني بيدك. انا قلت لهم يعني للامانه نشتي نخدم بيدي. عاد ليها خبزيها بيدكم بعد ولي قالت اخرى سوي لها الوجه نتاعها بالحلال ولا بالقنوط ولا كل واحد كيف يسميه. من بعد حنو انت زيدي بصي ثانيه العجينه هذيك نتاع الغرس. ومن بعد زيدي العجينه الثالثه كيما حنا نتاع الدقيق
او العجينه. المهم حنوناتي قبل ما نمشيو بالفيديو اللي وصلت معايا لهذا المقطع هذا من الفيديو، الاولى والاخرى ديما نقول لكم حنوناتي ما تنساوناش بجام بليتو، ما تنساوناش اخواننا الفلسطينيين بالدعاء، وما تنساوناش حتى حنا حنوناتي بجام وكومونتير، يعني جام وكومونتير هذاك هو اللي راه يطلع لي تسمى كيما حنا القناه. ونتمنى حنوناتي منكم فضلا وليس امرا تتفرجوا الفيديو للاخر، باش كيما حنا تطلعوا لي تطلع يعني القناه اللي هي قناتكم اللي تسمى كيما حنا كي تدعموني وتطلعوا القناه حتى نسمى نشجع كي تخرج ونزيد نكمل معاكم. قالت اخرى انا خالتكم راني كبيره يكبرنا ربي في طاعته ان شاء الله. ادعموني كيما حنا باش نكمل معاكم. المهم حنوناتي بعد ما بسطنا بيدينا خبزنا بيدينا وكملنا عدلنا كيما حنا الوجه نتاعو بالقنوط هذاك. دوك جيبي حنونتي اذا كان عندك قالت اخرى المول هذا يا زينه ومليح، قالت بوي الله يرحمه ويرحم كل مؤمن. اذا ما عندكش حنونتي جيبي الموس، جيبوا الموس اقسمي بالموس. المهم اول مره كيما حنا مغوري الساع بالموس باش كيما حنا يجيوك المقرودات الكل كيف كيف. مغوري الساع طموار كيما نقول حنا، ومن بعد ولي اقسمي. ولا انا حنوتي يعني نعطيك السما في القوام او المقروده كيفاه جات. لهنا حنوتي قطعي الساع المقرود او البراج نتاعك الكل قطعيهم ومن بعد حطيهم هكذا اكوتي، ومن بعد روحي بين ما توجدي قاش الاخرى تحطي الطاجين وتوجدي المهم صوالحك. البراج نتاعك يقعدوا تسمى يكونوا يعني يشاحوا شويه، لانه كي نطيبوهم ديريكت من كيما حنا من الخدمه للاخر ما يجيوناش كيما حنا ما يجيوناش شباب في الطياب نتاعهم ويجيوك شغل يابسين. بصح كي تحطيهم شويه في اليدام هذاك نتاعهم وكي شغل ينشفوا شويه سما يجيو ملاح. خلينا نعرفوا حتى المقرود كي نخدموه نطيبوه ثمثم مش كيما كي نحطوه هكذا مده. المهم حنوتي دوك جايين لهنا الطياب حنوتي كيفاه طيبي بطبيعه الحال. نهضر مع المبتدئات، حطي حنوتي الطاجين نتاع الطين ساعه هو الاول، ومن بعد زيدي حطي ليه هذه الطاجين نتاع الشخشوخه هذا ولا المري ولا الطاوه كل واحد كيفاه يسميه. خاطرش لو كان تحطي كيما حنا الطاجين هذا نتاع الحديد على الطابونات ديالك سماك شغل يتحرقوا لك الشرفطول كيما نقولوا حنا بالعربيه الدارجه، ويقعدوا لك خضره من داخل. تسمى هذه هي يعني الطريقه اللي طيبي بها البراج. بطبيعه الحال نهضر مع المبتدئات. هاما كي حنونتي ونطبوا لنا البراج. شوفي حنونتي جاو قاش اخرى على فرد لون يعني كيما حنا لون موحد. واش نقول لك حنونتي جاو هشاش وجاو بنان. وحنونتي قالت اخرى خير وخير اذا كان زدتي معاهم كاس البن قالت اخرى ولا طاس البن. هاني حنونتي لهنا نقسم قلت لهم قالت اخرى كيما يقولوا في اليوتيوب يذوب فاليد قبل الفم. هاما كي حنوناتي الابراج نتاعنا قلنا وقت الربيع وهذا هو وقتهم. نوضي حنونتي ولي سخفت تسمح لي. وديما نقول لكم في اخر الختام ما يحلو الكلام الا بالصلاه والسلام على رسول الانام.